محدش بياخد رزق حد ولا حد بيتجاوز نصيب حد، ولا في خير بيمنعه عنك بشر ولا ضرر بيتهرب منه. مش هتشوف ولا هتمر غير باللي ربنا كاتبه وبس. ودايما ومهما كانت المقدمات ما فيهاش ريحة الأمل، لكن أمر ربنا كله في النهاية أكيد خير. القصة خلصانة، محدش هيتنفس هواك، نصيبك هيصيبك وإن تهت هيجيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ملكات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بصوا السما عاملة ازاي، وسبحان الله العظيم اصلا كان بتشتي تلج. انا كنت بوريكم فعلا باين كمان في الكاميرا تلج سبحان الله. بتشتي قطع تلج وكان في برق ورعد، بس ما الجو مش ساقع خالص، بالعكس كان ريحة الجو تراب قوي قوي. فانا طبعا كنت مستخبيه في البيت عشان طبعا الجو ده مهلك بالنسبه لي. انا لسه طبعا بادئه ان انا افوق الحمد لله، وكنت بقى بس مصور لكم مقطع كده، بس قفلت الصوت وقلت اسجل لكم صوت وخلاص. اسجل لكم انا يعني فويس اوفر. كنت بقول لكم ان انا الكمامه بقت اسلوب حياه بالنسبه لي، ما بقتش استغنى عنها في البيت وبره البيت وفي كل مكان. ما بعرفش اتحرك الا بيها طبعا في الشقه. لو انا بطبخ زي ما انا هطبخ معاكم دلوقتي، لو انا بطبخ طبعا ما بقتش اقدر اشم ريحه البصل والثوم نهائي خالص. بتعب جدا، والكحه صدري بيهج جدا جدا عليا، والكحه بتبقى مخلياني مش قادره اتنفس بصراحه. فانا خلاص بقى يعني قررت ان انا حتى وانا بطبخ هلبسها. طبعا تنظيف شقه اي حاجه مش هعرف اتحرك الا بيها برضو طبعا، عشان عفرة تراب اي حاجة عامة. انا دلوقتي بقيت لما باجي مش عارفة بقى انا هفضل كده لحد امتى بصراحة، بس انا محتاجة اروح للدكتور تاني عشان اشوف الموضوع ده هيفضل لحد امتى كده. بقيت لما مثلا اجي افرش ملاية سرير، اجي انفض حاجة بسيطة مش شرط تراب يعني، بنهج جامد والكحة بتمسكني بقى. فمش عارفة بقى ده عشان لسه طالعة من دور التعب الشديد ده ولا ايه، مش عارفة. الله المستعان يعني. الحمد لله يا ربنا يجعله اجر وعافية وطهور بإذن الله. الحمد لله ربنا ما مش بيبعت لنا اي ابتلاء لما بيبقى وراه خير ورحمة لينا، فاللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. طبعا شلت الكاميرا، كنت بقولكوا برضو في الاول قبل ما ابدا غسيل المواعين ان انا الحمد لله عرفت ان انا اتحرك بقى اخيرا واغسل مواعيني وكده وابتدي. انت طبعا عارفين الكاميرا دي وحشه جدا والله، بتخلي الواحد اصلا تحس ان في اكن ايدك مشلوله كده، مش عارفه احركها، مش عارفه اتعامل يعني بيها قوي. فالحمد لله شلتها والحقن خلصت الحمد لله يا رب. عارفه بقول لكم بقى اللي هو الحمد لله شلتها وخلاص، بقى ابتدي ان انا اشتغل. غسلت المواعين بتاعتي، كانوا مش كتير، فقلت مش مستاهلين ان انا احطهم في الغساله، يعني اقف اتسلى كده معاكم. وانا كنت عارفه عماله اتكلم معاكم، يعني انا كنت اصلا فاتحه الصوت وعماله بتكلم معاكم، بس عشان صوت الولاد كان طالع قوي فقمت قافله الصوت. فقلت بقى اما اغسل الاطباق دي كلها بتاعه الجيلي والكريم كراميل والرز بلبن، البتاع ده المهلبيه اللي انا كنت عاملاها للولاد يعني. لما الحاجات دي بتبقى موجوده في البيت ما بياكلوش الا هي اصلا. يعني انا والله ببقى مش عايزه كده، يعني مش كل الحاجات بتبقى مفيده. بالنسبه للجيلي ده انا لسه عامله لريان جيلي برضو من شويه. ريان بيعشق الجيلي، بيحب الجيلي بشكل، فاللي هو مش عارفه والله اعمل له فيه ايه عشان يبقى مفيد. بحط له قطع فاكهه يعني. انا يا ولد بقى نفسي في سردين، فجوزي جاب لي من نبارو. فهم دول كام؟ 5 وانا اكلت واحده، دول 6 بس تحفه. انا دقته لسه عادب بقى كده وجميل جميل جميل جميل. يلا هنضف بقى واقعد اللي اكل عشان هما مالهمش فيه يعني، بس انا اللي بحبه. بص هو الممنوع مرغوب. انا بحب السردين قوي عامه يعني الاسماك المملحه دي، بس انا اللي ابقى عاملاها في البيت. انما ده اللي جوزي جايب منه، ده حد مشهور في نبارو يعني، وان حاجته نظيفه جدا وكده، وما الحاجه بتاعته اصلا الاسماك اللي هو الفسيخ والحاجات دي ملهاش ريحه عنده. فنظيف جدا، راجل نظيف جدا. مش عارفه بصراحه اسمه، جوزي اللي عارفه. بس عجبني جدا، كان حلو قوي وعادب جدا جدا. هو كان حاطط عليه الملح اللي هو الخشن ده، بس كان عادب قوي يعني. كان بصراحه مش، انا دلوقتي بقلب والحاجات اللي هي الحاجات المملحه الزياده يعني، وطبعا السكريات
ده بيبوظ لي الدنيا خالص وبيخلي الكحه تزيد عندي قوي. انما ده كنت باكله ولا حاسه ان انا باكل حاجه حادقه اصلا، كان حلو قوي بصراحه. هنا بقى قلت اما اغسل الزيته وازازه الخل برضو وعبيتهم لان كانوا قربوا يفضوا، فقمت مكمله بقيتهم يعني. وهنا بقى قلت اما اعمل الرز، هعمل رز بشعريه. كنت محتاره مش عارفه اعمل اكل ايه. كانت ماما عندي من يومين كده وجابت لي بانيه. كانت هتعمله طبعا عشان القلي والحاجات دي برضو بالنسبه لي متعبه يعني في النفس. فماما هي اللي كانت هتقليه، بس كان الكريسبي اللي عندي خلصان، كان عندي الحار، وطبعا انا ما باكلش حاجات حراقه يعني، ما بقتش اكل حاجات حراقه. فالكريسبي البارد عندي كان خلصان، فقالت لي خلاص بقى خديه وخدي البانيه يعني، وفي اي وقت ابقي اعمليه، مش شرط تقليه يعني عشان البوتاجاز بقى والدخان والحاجات دي. قالت لي لا حطيه مثلا في بطاطس، هي كانت متبله البانيه اصلا، قالت لي حطيه في صينيه بطاطس مثلا، او قالت لي باي طريقه بقى انت حابه تاكليه مش شرط تقليه. فانا قلت بقى ايه، هعمل بطاطس بتاعه طاسه بطاطس حلوه كده مش صينيه، بس انا كنت قلت ان هي تكفينا يومين يعني، عشان لا يعني لحد ما الفتره دي بس تعدي، لان احنا ما بنحبش ناكل الاكل بصراحه متكرر يعني، منحبش الاكل يقعد عندنا يومين او 3 او كده. هو انا بعمل الاكل يوم بيومه، بس طبعا الظروف خاصة الفترة دي مش هعرف، ما بقيتش اقدر ان انا اقف اعمل كل يوم، عشان لحد بس ايه ما اتعافى تماما ان شاء الله ابتدي اعمل اكل يوميا زي ما كنت بعمل. فانا كنت هنا كترت الكمية شوية، عملت بتاع 4 بطاطسات. هعملها بطريقة حلوة قوي ومنجزة جدا وسريعة جدا، وطعمها والله خطيرة جدا، ومش شرط يبقى فيه لحوم يعني. انا عملت الطريقة دي لو مفيش لحوم مفيش فراخ مفيش اي حاجة يعني اي بروتين، اكتفي بس بالبطاطس والخضار اللي عليها، هتبقى تحفة بالطريقة دي. شوفوا الطريقة دي هتعجبكم قوي ان شاء الله. وبرده البانيه اللي انا عملته كده كده هو كان متبل جاهز، وعملته برده بطريقة مش تقليدية، طريقة مختلفة وحلوة برده سريعة ومنجزة. الكيسة يا ولاد اللي على ايدي الشمال دي اللي متصدره لكم من اول الفيديو، ناسيه اقول لكم ان انا دي حطاها عشان وانا بطبخ يعني، حطاها جنب ايديا. قشر بطاطس قشر بصل اي حاجه يعني تطلع من تحت ايدي كده بقوم حطاها فيها، وبعد ما بخلص اكلي اقوم شايلاها حطاها معلقاها في الخطاف بتاع عزكم الله الزباله يعني، عشان عمال النظافه ياخدوها الصبح. فبتبقى تحت ايدي كده بحطها جنبي. وقت ما اخلص خلاص كل حاجه في المطبخ واطلع خلاص اقوم واخداها في ايدي وانا طالعه. هنا عملت ايه بقى، حطيت معلقه سمنه بلدي كده وعليها الشعريه، ولما اخدت لون ذهبي معايا نزلت بالرز، وبعد كده نزلت بالميه. الميه مش شرط، انا مش نازله بيها دافيه يعني، نازله بيها ميه عادي من الفلتر من الحنفيه. وحدقت البتاع ده الرز معانا. عايزه تحطي مكعب مرقه بيبقى حلو قوي، بيخلي الرز بيروح في حته تانية كده، مش تحسي انتي بتاكلي رز اللي هو العادي بتاعنا اصلا. بس انا حاطه كده كده سمنه بلدي فمكتفيه بطعمها بتبقى اصلا حلوه قوي مع الشعريه. حطيت بقى على البانيه، هي كده كده ماما متبلاه جاهز، فحطيت بيضايه واحده بس وعليها شعره فلفل اسود. ومسكت البطاطس بقطعها مكعبات. برضو بالنسبة للرز انا كنت حطيت 4 كوبايات عشان يقعد معانا يومين او 3 كمان الرز عادي، لان كده كده انا عندي اطفال بحب دايما اعمل لهم حاجة فيها طبيخ او فيها طبعا الاطفال يعني دايما ايدي في بقهم. انا ولادي والله معذبيني في موضوع الاكل ده، بس يعني بحاول على قد ما اقدر ان كل شوية اروح اعزم عليهم. انا بالنسبه لي هم يحبوا الحاجات المسكره قوي، بيحبوا الكيكات يحبوا البسبوسه الحاجات اللي هي بالنسبه لي والله مش شايفه ان هي فيها افاده كامله يعني، لان مفيش احسن من الوجبات بتاعتهم اللي ياكلوها كده متاكده ان انتي مغذياهم يعني، بس هنعمل ايه يعني، هم اللي بيمشون على هواهم، فبنجتهد على قد ما نقدر معاهم وكده، وربنا يبارك فيهم بقى. هنا انا عملت حطيت بصلتين كده قطعتهم على البطاطس مباشر على طول، وهنزل عليها برضو بالتوابل، وادعك كل التوابل اللي هقولكوا عليها دي مع البطاطس والبصل. طيب نشوف بقى التوابل اللي هنحطها على البطاطس والبصل بتاعنا. حطيت كركم وفلفل اسود وحطيت كمان بابريكا
وهحط 7 بهارات اللي هي من باب الشام والكمون والملح وبس كده. هدعكهم دول واخليهم على جنب. حطيت هنا بقى ايه على البضايه دي فلفل اسود عشان كنت نسيت احط. وهنا بوريكم ان انا حطيت 7 بهارات على البطاطس وبس كده. هقلب دول وهقلب دول. هسيب البانيه مع البيض كده يرتاح شويه على ما اكون عملت الطشه بتاعه البطاطس. انا بطش البطاطس كده بعمل لها زي ايه، او هنا بحط الزيت اهو في الطاسه، بعمل صدمه، بديها صدمه، بشوحها مع البصل. انتوا بتبقوا واقفين اصلا بتشموا ريحه مشويات اكنكوا واقفين كده، مع انها بطاطس مش لحوم ولا حاجه يعني، بس بجد بتبقوا واقفين تشموا ريحه لحوم رهيبه. هنا بوريكم ان شفتوا الكيس ده المفروض بديل الكريسبي، لان انا جوزي كان بيجي جايبه يعني رايح يجيبهولي وهو راجع من الشغل ملقهوش اصلا، مش موجود، مبقاش موجود. الكريسبي اللي انا كنت بجيبه اللي هو الحجم الكبير مبقاش موجود خالص منه، واللي موجود الكيس الصغير ده. ما عجبنيش بصراحه يعني، وقال لي التاني مش موجود وده بيقولوا زيه بالظبط. اللي باعله يعني الكيس ده قال له ده زيه الكريسبي بالظبط واحلى منه والكلام ده كله، بس لا ما عجبنيش خالص بصراحه. لا ومصغرينه قوي قوي يعني، يا دوب على قد مثلا الوجبه، ان لو انتي هتطبخي على قد الطبخه. انا بجيب كده كده الكريسبي اللي هو كان الحار والبارد، وبيبقوا عندي وقت ما بحتاج من الخزين اللي هو الشهري. الحاجات اللي بتقعد عندي في التلاجة يعني فترة، بس ما لقيتوش بقى وده ما عجبنيش بصراحة، كانت تجربة مش حلوة. المهم ان انا عملت ايه، يلا بينا اقول لكم بقى انا عملت ايه. طبعا حطيت البيضايه على البانيه المتبل وسبتهم يرتاحوا شويه مع بعض على ما الزيت بس اتقدح. وقمت جايبه الكريسبي او الفيجيتور او حاجه اللي هتقلي بيها يعني، وقمت بقى شايله البانيه حطيت البانيه في الكريسبي ده او الحاجه اللي انا هقلي فيها. عارفين اللي هو ايه، بدرتهم كده، حطيت شويه عليهم كلهم وقمت مقلباهم، مش بقى واحده واحده، لا حطيت كله على بعضه وقمت مقلباهم. وعلى فكره نسيت اقول لكم حاجه، ان انا في التتبيله حطيت ربع كوبايه لبن او زبادي، لو عندك ده او ده حطي يا ربع لبن يا ربع زبادي. لو هتحطي لبن وما عندكيش زبادي حطي على اللبن معلقه خل، هتلاقيه راوبه معاكي. ربع الزبادي ده هتفرق قوي في طعم الحاجه. وهنا بقى خلاص قليتهم في الزيت اهو. انا ما حطيتهمش على فكره في زيت كتير، ده هما كانوا يا دوب الطاسه بس فيها مسحه زيت كده بسيطه مش كتير، عشان دخنت الزيت اولا، ثانيا عشان الواحد بيحاول دلوقتي يعمل حاجات تكون صحيه اكتر، فيعني بقيت احاول اقلل من الزيت شويه. هنا بقى انا حطيت الكميه كلها اهي، شلت طبعا اللي اتعمل والباقي بقى حطيتهم زي ما قلت لكم كده كلهم على بعض. حطيت شويه كريسبي على الفراخ وقمت شايله كله حطاه في الطاسه. الخطوه الجايه بقى هنعمل ايه، هشيل كل البانيه ده، وفي نفس الطاسه اللي انا قاليه فيها هنزل بايه، بالطشه بتاعه البطاطس. هنزل بالبطاطس اللي انا كنت حاطه عليها بصل وتوابل وسايباها كانت ترتاح شويه. جربوا الطريقه دي بالتفاصيل البسيطه دي، بتفرق جدا 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 في الطعم والله. وطبق حلو على فكره، منجز جدا وموفر معاكي، وكمان بالتفاصيل البسيطة دي هيودي الطبق معاكي في حتة تانية. انا حطيت كمان طماطمايه وفلفلايه ومكعب مرقة، وقمت مغطية كل الكريم الجميل ده مع ربع كوباية مية وسبتهم مع بعض. في الاخر طلع لنا طبق تحفة جدا، ريحة مش قادر اقول لكم، طعم خطير. جربوا بالطريقة دي ومتنسوش تقولولي ارائكم في الكومنتات، ان شاء الله هتعجبكم جدا. وفي نهاية الفيديو بتاعنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربنا وأتوب إليك. مع السلامة.